بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أول بأول كل الفيديوهات اللي بنزلها. معاك عبد الرحمن يوسف. طبعا أنا المفروض إن الفيديو ده ينزل النهاردة الساعة 8 بتوقيت مصر يعني، بس والله غصب عني. طبعا أنا بحب على قد ما أقدر أخلي بالي من مواعيدي ومن وعودي، لأن أنا كنت بنزل كل خميس، هو المفروض كل اثنين وخميس. بس طبعا زي ما قلت لحضراتكم احداثيات اليوتيوب، وان اليوتيوب في حاجه اسمها الساعه الذهبيه او الثلاث ساعات الذهبيه. فانا لغايه دلوقتي مش عارف يعني اعرف الموضوع ده ازاي بصراحه، بس بحاول على قد ما اقدر اشوف اليوم اللي هو المناسب وبنزل فيه، ولقيت ان هو اليوم المناسب يعني بيبقى يوم الخميس الساعه 8 او الظهر. وبقالي كام يوم كده في سكة الليرز، فيسبوك والكلام ده. بس أنا بصراحة يعني دي يمكن أول مرة أقولها. أنا المنصة المفضلة عندي لا تقول لي تيك توك ولا تقول لي فيسبوك، يعني هي كل واحد براحته طبعا. بس أنا اليوتيوب حبيبي، يعني اليوتيوب صاحبي. فبصراحة يعني بلقى نفسي فيه، وحتى الناس اللي بتتابعني بحس إن هي شبهي بصراحة يعني. عاوز تتكلم في إيه النهاردة؟ يمكن أنا من يومين كده شفت موقف بصراحة هو ما عجبنيش في حاجات معينة، واحترمت برضو وجهة نظر الشخص اللي هو كان بيتكلم معايا. هقول لكم على الموقف. يمكن السوشيال ميديا بصراحة بقى لها فترة كده مش لطيفة خالص. يمكن زادت دلوقتي عن حدها، وعن الدخول في التفاصيل في حياة الناس لدرجة صعبة جدا. يعني ممثل طلق ممثلة، مش هو عشان ممثل ملوش حقوق. يعني لازم تعرف دي مشهور، ايا كان مشهور، ما لعيب كوره ده ليه حق، تمام. ليه اسره، ليه بيت، دكتور، شيخ، اي حد. انا عارف انه شخصيه عامه، بس لازم نحترم انسانيته. يا جماعه انا بستغرب بجد على بشوف كومنتات صعبه جدا. ايه ده؟ يعني تشوف مثلا 3000 كومنت طلع منهم اتنين بس يقول لهم اتق الله مثلا، وتلقى ان الكومنتات كلها ضحك. طب يا جماعه ليه كده؟ يعني بجد ليه كده؟ وايه اللي جبرك انت بوست مش عاجبك، فيديو مش عاجبك؟ ايه اللي يخليك ترهق نفسك وتدخل يعني ايه الاستفاده من كده؟ يعني انا نفسي اعرف ايه الفايده من كده. مش هتلقى. ده بند. البند التاني والاهم بالنسبه لي، الشاب ده شاب جميل كده، معرفش مصر ولا ايه، وعامل كده سكرين شوت ومنزل صورة بنت عاملة محتوى. يعني البنت المحتوى ما اقدرش اقول قيم اوي يعني، بس بتنصح البنات واحيانا ما اعرفش بصراحة عشان ما افتيش يعني، بس مش وحش برضه. انا مش جاي اتكلم في الحتة دي والله، انا بس جاي الفت نظركم لنقطة كده. فالولد منزل صورة البنت وبيكتب يقول على فكرة احنا اتخانقنا وكده، وكتير ده اللي انت بتعمليه يعني، ودمك تقيل حاجة زي كده يعني، عشان ابقى منصف برضه يعني للكلام. في بنات اشتغلت تتكلم وقعدت تقول هي بجد مزودها شوية ما اعرفش ايه والكلام ده، تمام. وفي اللي قاعد يقول كذا، في اللي قاعد يقول كذا، في اللي اشاد بيها يعني، بس عقب على اسلوبها برضه. ده مش موضوعنا يعني عشان اخش في الموضوع. انا رحت كتبت له، والله بجد يا جماعه انا قليل لما بكتب لحد يعني بصراحه، ومش بتفلسف لا، بس ايه في حاجات بتزعلك. والبنت مصريه وتقريبا الولد مصري، ومصر حاليا بالنسبه لي انا زعلان عليها وزعلان على شبابها، زعلان عليها وزعلان على شبابها. انا كتبت له كلام كتير طبعا. فبقول له من ضمن الكلام ان احنا بنعمل يعني بنعمل مثلا لشخص مثلا ملوش اي هدف او ملوش اي قيمه، بعيدا عن البنت بتكلم في العموم يعني، ونحطه في صوره ونعمل له ترند، فلان عمل كذا فلان عمل كذا. ليه يعني بجد ليه؟ هو سوري المحتويات عدمت يعني بجد. انا دلوقتي بجيب صورة فلان وبقى ناهيك بقى عن الحرام وعن الغلط وعن اصلا ما ينفعش ان انت تجيب حد وتدخله في قناتك عشان خاطر الترند وما اعرفش. انا يا جماعة صفر على الشمال في السوشيال ميديا وفي مصطلحاتها، ما اعرفش اقول لك ريتش صفر. وبقر بكده. انا بنزل الفيديو والله العظيم ليا اصحابي مثلا بيقولوا لي
والله اعمل ما اعرفش هاشتاج كذا، والله اعمل كذا، والله اعمل الفيديو ده نشر، بس فقط لا غير. فما بعرفش، بس فطرتي السليمه بتخليني ان انا اتكلم. فدلوقتي انا كعبد الرحمن او فلان او فلان، بالله عليك بالله عليك، مش في حاجات اهم؟ مش هقول لك القضيه الفلسطينيه عشان دي حساسه بالنسبه للمصريين، وربنا يستر الفيديو ده ما يتحضرش اصلا. بس مش في حاجات اهم؟ بالله عليك بالله عليك بالله عليكي، مش في حاجات اهم؟ مصر او اي بلد، او اي بلد، احنا كشباب المفروض انه احنا اللي نغير. انا ما اعملش يعني بجد ما اعملش بودكاست يبقى ساعه كل اللي بيتقال فيه قله ادب، كل اللي بيتقال فيه سفاله، كل اللي بيتقال فيه تي 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 تي, تي. احنا ما نسمعش حاجه. طب ايه اللي جبرنا على كده؟ يعني بجد ايه اللي جبرنا على كده؟ وهل انا دي قيمتي؟ هل انا دي قيمتي؟ وكم واحد يا جدعان شاف البودكاست ده او المحتوى ده واتضر، ويعني هو اتضر بدون ما ياخد باله ان هو اتضر؟ بتحصل. طبعا انا بعد ما كلمته، وارجع للموضوع، بعد ما كلمته كده شاب محترم بصراحه يعني، وقال لي لا انا مش زعلان منك، بس قلت له بس قال لي ده بالعكس، ده السوشيال ميديا كل واحد واهتماماته وانت عاوز تطفو. قلت له لا، قلت له السوشيال ميديا اصبحت عباره عن صراع. السوشيال ميديا اصبحت عباره عن صراع. تمام. اصله انت لما تيجي مثلا تاخد فيديو لعبد الرحمن مثلا، وعلى فكره بتحصل في الشيوخ وانا بزعل منها جدا، بتاخد فيديو لعبد الرحمن مثلا وبتجيبه في قناتك. يا عم نيتك خير، نيتك خير، بس مش في حاجات مثلا يعني انا ما وصلتلوش بالتليفون ابعت له رساله على الماسنجر، ابعت له كذا، ولا هي مش في الله، عشان نكون صريحين يعني. هي مش في الله، هي مش في الله. فهي عباره عن صراعات، صراعات يعني مش هتفيد، صراعات مش هتفيد. تمام. بعد ما كتبت، والله العظيم يا جماعه، والله العظيم، ما مش عشان والله العظيم الناس دي وقفوا يعني على التعليق بتاعي وعملوا لايكات وكده والكلام ده، مش كده والله، مش كده والله. بس بجد بجد انا عندي امل في شباب مصر، في شباب السعوديه، في شباب العراق، في شباب تونس، المغرب، اليمن، سوريا، مش عايز انسى حد يعني، لبنان، مش عايز انسى ليبيا، مش عايز انسى حد يعني. عندي امل في انه احنا كشباب، اذا كان عشرينات ولا ثلاثينات، فاحنا اللي حنغير. والله العظيم لقيت شباب كتيره جدا، لايكات لايكات لايكات. واحد شاب كده جميل يعني، من صعيدة تقريبا، وقال لي رشح لي كتاب، وقال لي ده زمن كذا كذا، واصبحت الناس، اصبحنا بنروج للهيافه. يعني اقول له للشاب الجميل ده رشح لي كتاب يعني. احنا اصبحنا بنروج للتفاهه، ونزعل اولادنا بيحصل لهم كذا، بنزعل بناتنا ما بيلبسوش الحجاب، بنزعل بناتنا بتتمرد على كذا، بنزعل بناتنا بتصاحب، بنزعل بناتنا كذا، بنزعل بناتنا كذا، واحنا بايدينا. ما انا بدخل البودكاست ده بتاع الولد اللي هو الكلام الهايف اللي هو بيقوله، وبضحك وبعمل لايك وهو بيعلي وبياخد معرفش كذا وبياخد. طب ما احنا يا جماعة، احنا السبب، لازم تعرفوا كده، احنا السبب في نشر هذه الفيديوهات. المهم، رسالة أخيرة برضو، انت كصانع محتوى، انا ما اعرفش بصراحه يعني هو ايه الهدف انه المحتويات التافهه دي تبقى عاليه. انا ما اعرفش هل ده يعني، هل المحتويات دي بتدفع لها فلوس او ما اعرفش، لان السوشيال ميديا سوري عالم كبير جدا، ما تعرفش تجيب اوله من اخره بصراحه، عالم واسع جدا يعني، لجان، حاجات صعبه. ما اعرفش بصراحه الموضوع ده. بس محتوى التافهه بتبقى مشهوره جدا، ومحتوى مثلا قيم ما بيبقاش عالي. مش بتكلم، انا مش بوجه كلام ليا، انا بكلمك بصفه عامه. في ناس كتيره جدا يعني محتوياتها قيمه بصراحه، جدا 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 جدا، والخير فيه وامتي الى يوم الدين. بس في كذا بودكاست كده بعدي عليهم انا بشوفهم بصراحه يعني بزعل. اصبحنا احنا بنقول الكلام القبيح ده علنا قدام الناس، بقى وكلام كانه بتقول ازيك عامل ايه يعني، بقى كلام عادي للاسف. وبنات بتتفرج وبنات بتعمل تعليقات. بس حابب اقول للي بيعمل بودكاست ده يعني، يا ريت لو حد بيتفرج عليا او يعني جاله غلطه الفيديو وشاف،
بيقول لك في القرآن الكريم، بيقول لك استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ده الشيطان بيقول لا يعني أنا ما أنا يا رب ليس عليهم بسلطان إلا أن دعوتهم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتهم فاستجبتم لي. أنا ماليش ذنب يا رب، أنا ماليش ذنب. أنا قلت له تعالى وهو جاء. أنا ما قلتلوش سيب الصلاة، أنا ما قلتلوش روح اشرب خمر، أنا ما قلتلوش روح عكس البنت، أنا ما قلتلوش صاحب، أنا ما قلتلوش اعمل كذا، ما قلتلوش اسرع. لا، أنا قلت له كلمتين، هو سمع الكلمتين، هو ضعيف يا رب، أنا أعمل إيه؟ بس هيجوا بقى الناس مش هينفعوك. الريتش عالي، الريش نزل ما حدش هينفعك. بكلمك بجد والله، ما حدش هينفعك. اللي بيضحكوا لك هم مش بيحترموك. هم مش بيحترموك ولا بيحترموا محتواك، عشان تبقى عارف ومتأكد من الموضوع ده. الإنسان مهما يطلع وينزل ويلف ويروح ويجي لا يمكن يطلع برا فطرته، وفطرته السليمة اللي هي الكلام المحترم، الكلام السليم، الكلام اللي ما تشمئزش منه الملائكة. انت تعرف ان انت لما بتقول كلمة وحشة الملائكة بتنفر منك وبتجلس جنبك الشياطين. طب بالله عليك، طب انت صحتك ومالك ورزقك حرام وتقول انا ربنا ما بيستجابش ليا، طب فانا يستجاب لك؟ زي ما مولانا الشيخ الشعراوي، الدعاء هنا، الدعاء الاله اللي انت بتدعي بيها بايظه مش شغاله. فاللي بيتكلم ده عمره ما كان شيخ. ودايما بقولها في البث المباشر، انا مش شيخ ولا عمري كنت شيخ ولا عايز اتحط في الحته دي. انا شاب مصري ببحث دايما على انه احنا نتقدم لقدام مصر او اي بلد، او اي بلد عربيه، احنا نبقى الافضل في كل حاجه، وما نشغلش يا جدعان بالتفاهات. اقسم بالله العظيم محتويات تكسف. يعني احنا، انا اسف انه الحلقه دي وش مقفول، بس محتويات تكسف، محتويات صعبه جدا. ليه احنا وصلنا لكده؟ شبابنا زي الفل، اقسم بالله الشباب العربي شباب زي الفل، والله العظيم شباب زي الفل، وعندنا امل فيهم وفي بناتنا انه احنا نبقى قدام. ويا ريت الفيديو ده يعني يوصل للناس اللي بتعمل بودكاست على الفيسبوك والكلام ده، ويركز مع نفسه وشوف، شوف انت كم واحد بتضر بجد، وكم انت بتضر نفسك اصلا قبل ما تضرهم. مش عارف اقول إيه في نهاية الفيديو، بس انا حزين بصراحة. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.